هو في ايه؟ بجد بجد انا كاروكا عايزه افهم هو في ايه. كميه هجوم غير طبيعيه. شعب همه على بطنه، شعب همه هيجيب لقمته ازاي، شعب معرفش ايه، شعب مدركش ايه. طب انت يلي كاتب الكومنت، هل حضرتك مش همك على بطنك؟ يعني هل حضرتك مش بتسأل عن المام، مش بتسأل عن الشرب، ولا احنا بس اللي همنا على بطننا؟ طب لو احنا مش همنا على بطننا، ولو احنا ما بنفكرش هنجيب قوت يومنا ازاي، بتنزل تشتغل ليه؟ سؤال بس، بتنزل تشتغل وتتعب نفسك ليه؟ هو مش حضرتك بتنزل تشتغل برضو وبتتعب نفسك وبترهق نفسك عشان تعرف تكفي التزامات بيتك، وانك تعرف تجيب اللقمة لأهل بيتك؟ ولا انا فاهمة غلط؟ انا واحدة ماليش في السياسة، ماليش فيها اطلاقا اطلاقا، يعني لأبعد حدودك انا ماليش في السياسة. انا واحدة ليا قوت يومي، اكلي شربي، لو عيل من عيالي تعب، لو انا تعبت او جوزي لا قدر الله تعب، هنعرف نكمل حياتنا ازاي؟ على فكرة انا واحدة مش عايزة ابقى من الاغنياء، انا عايزة ابقى مستورة، والله عايزة ابقى مستورة. مش عايزة ابقى قاعدة في بيتي كده حد يخبط عليا بابي يقول لي انت عليكي وعليكي وعليكي وعليكي. مش عايزة لما ابني يتعب او انا اتعب اجري حوالين نفسي عشان اعرف هجيب العلاج ازاي او هجيب فلوس حق الكشف ازاي. مش عايزة امد ايدي، مش عايزة اقول لاي حد اديني، لانها لو حصلت هتبقى اخر يوم في عمري. فلما اي كومنت يبقى موجود يقولك انتوا كشعب همكوا على كرشكوا، وانت همك على ايه؟ همك على المصلحة؟ طب اركن على جنب. عارفين ليه؟ لان احنا شعب حلو قوي في الاقوال، نو افعال. حاجة تانية، انا مصورة فيديو على ابني مثلا، ايه الكرش ده كله يا ابني؟ هو انا قايله لك اننا في مجاعة؟ افهموها. هو احنا بنقول احنا في مجاعة؟ احنا بنقول عليه العوض ومنه العوض في البلد. لما يقولك ايه الكرش ده كله اللي انت ايه يا بابا اعقلها. احنا مش بنقولك احنا جعانين، احنا بنقول ان البلد بتضيع. ولما يجي يقولك ايه ده التيشيرت اللي انت لابسه ب1000 جنيه، هو طالع بيقولك اديني؟ هو طالع بيقولك سلفني؟ هو طالع بيقولك معرفش ايه؟ ما تحكم عقلك شوية. ولا احنا شعب بسم الله ما شاء الله ولا فاهم اي حاجة؟ اقسم بالله العظيم معظم الكومنتات عاملين زي الأطرش في الزفة، لا اللي فوق سمعوهم ولا اللي تحت شافوهم. اقسم برب البيت احنا لا نفهم، بصوا لا نفقه شيء عن اي حاجة في البلد، بس احنا حلوين قوي 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 في الكلام على الفاضي. بس اللي الواحد بيقوله قبل ما تمسك الموبايل وتكتب اي كومنت، راعي مشاعر اللي قدامك. تمام؟ مش معنى ان انت ورا التليفون فمحدش هيشوفك، بس لاحظ ان كومنتك ممكن يجرح اللي قدامك، وكومنتك ممكن يزعل اللي قدامك. بس والله 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 معظم الكومنتات فعلا فعلا بتدل على الرباية اللي الواحد خارج منها. اقسم برب البيت كومنتك ده دليل على بيئتك، كومنتك ده دليل على ربايتك، كومنتك ده دليل على، اكيد انتوا عارفين. يا ريت فلتقل خيرا او لتصمت، وراعي شعور اللي قدامك شويه، لان اللي قدامك مش متحمل والله العظيم.